اتوفى في مشهد درامي غريب، واتسجلت وفاته ضمن الوفيات الغير عادية. انا هنا بكلمكم عن الفنان محمود المليجي، واللي قدر يعمل ادوار الشر والخير في السينما المصرية. وبالرغم من استقبال فريق العمل لمحمود المليجي في مهرجان كان بشكل مش كويس، الا انه لفت انتباه نقاد عالميين في المهرجان. الكلام ده كان سنة 1969، وبعد نجاح كبير حققه محمود المليجي ورحلة نجاح وكفاح، كانت قصة وفاته من اشهر القصص واغربها. الفنان محمود المليجي توفى وهو بيصور، واقول لك كمان الناس ضحكت عليه وهو ميت، بس ما كانوش يعرفوا ان هو ميت. هو ايه الحكايه دي بالظبط؟ الفيلم اللي كان بيصوره محمود المليجي وقتها هو فيلم ايوب، وكان بيشارك فيه مع الفنان عمر الشريف، وكان قاعد عشان يصور اخر مشهد ليه، وقعد يهزر شويه مع المخرج وهو قاعد مع عمر الشريف، وقال له: يا اخي الحياه دي غريبه جدا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويصحى. وفجاه راح منزل دماغه، والكل سمع صوت شخير محمود المليجي، وفجأة الكرو كله بقى بيضحك وبيسقف للمليجي، وهم فاكرين كل ده ان ده مشهد درامي بيضحك على زمايله بيه، وده لانهم متعودين منه على كده. وده بقى كان بسبب حبه للتمثيل، واللي كان بيأثر على حياته بشكل عام. وفضلوا يسقفوا ويضحكوا، لكن الحقيقة ميلة راسه طولت قوي، وكل الناس اتخضت. وفضل عمر الشريف يقول له: يا محمود خلاص، وقعد يزق فيه، لكنه ما ردش عليه. وفجأة جسمه ساب، واكتشفوا كلهم انه مات. تخيل ناس تبقى قاعدة تضحك على كل ده وفاكرين ان الشخص اللي قدامهم ده بيمثل، ويتفاجئوا انه مات. محمود المليجي فضل طول حياته بيمثل وبيعمل مشاهد درامية عشان تكون اخر لحظات في حياته هو مشهد درامي، وكأنه على المسرح والناس بتسقف له سقفة اخيرة على اخر مشهد في حياته.